السلام عليكم خوتي ابناء مدينه سيدي بنور، تبارك الله عليكم. كما كتلاحظوا معايا المياه اللي تراكمت هنا في المدخل ديال السوق الثلاث سيدي بنور. كما كتشوفوا العدد ديال المياه والمسؤولين ما كيتحركوش، ما كيديروش الخدمه ديالهم، ما كيديروش بالوصيه الملكيه وما كيصاوبوش للناس من تمر هنايا. المهم كما كتشوفوا الطريق مقطوعه من هنا. الباب ديال السوق، الباب الخلفي اللي على البوطوار. كما كتشوفوا المياه كلها تراكمت هنايا، وتقريبا واحد الاسبوع وهاد المياه بحال هكايا باش يجي يسرحوا بعض القراقير وهادي باش المياه كلها تسرب وتزيد في حالتها. كما كتشوفوا الناس كلهم كيبخلوا على هاد العمليه وعلى هاد القضيه ديال المياه باش تزيد تهبط مع الواد. الحمد لله راه كاينه البنيه التحتيه وداك الشيء، خاص غير الناس اللي تجي تخدم وتسرح هادشي راه ما كاينينش. راه كما كتشوفوا المسؤولين كلهم راه ما كيديروش الخدمه ديالهم. كاع اي مسؤول راه ما كيديرش الخدمه ديالو، بالخصوص مدينه سيدي بنور راه عاملينها بزاف، ولا اله الا الله محمد رسول الله. كنبغي الاخوان ان شاء الله اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالهم، وبارطاجيه في بعض الجروبات وهذه باش نفتحوا بعض المسؤولين في مدينه سيدي بنور والناس اللي مسؤولين المنتخبين وهذه، حتى هما ما كيديروش الدور ديالهم. وكاين شباب في المعارضه وهذه باش يخرجوا يقلبوا يشوفوا الناس من غتمر وهذه. راه جايه واحد الولايه دابا حتى هي قريبه ديال الانتخابات، راه هنا فين بنادم خاصو يبان وخاصو يدير الخدمه ديالو ويخرج يدير الناس من الدوز ومن تمر وهذه. راه بشار هذا، راه ماشي الحمد لله بنعمه المياه وهذه. حنا راه باغيين الماء، وين راه كاينين البلايص ديالو في كيمشي وفي كيهبط، كاين الواد الحار، كاين البنيه التحتيه مزيانه. غير الناس اللي خاصها تكمل وداك الشيء ويتسرب هاد المياه ويزيد ما يبقى حتى شي حاجه الحمد لله. وما كيخلوا هادشي بحال هكا، ما عندهم سوق في حتى شي حاجه. وتبارك الله عليكم خوتي، واللي تخلي بارطاجي هاد الفيديو. المهم اللي كيهمو الامر يبارطاجيه. تبارك الله عليكم.